ترى عبد الرحمن بن ملجم حفظ القرآن وحفظه عند الصحابة. ترى عمران بن حطان يروي الحديث وهو من رواة البخاري، من رواة السنة في البخاري رواياته، لكنه كان يمدح عبد الرحمن بن ملجم الذي قال فيه: وهو قاتل علي ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لا أذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. لا يغرك من حفظ القرآن والسنة على غير فهم السلف الصالح في تطبيقها، فالعبرة بالعمل على طريق الأولين، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. هذه النتيجة. فلما رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، انظر أقرب بيت النبوة، زوجته أم المؤمنين، كان هو وإياها ويحذرها، يقول: يا عائشة، الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يحذر من؟ يحذر امرته هو إياها بالحالهم. نتيجة هذا التحذير أنها حملت هذه الراية وأصبحت تحذر. اسمع، تأتيها معاذة من التابعين، فتقول لها: يا أماه لأنهم المؤمنين، ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ سؤال فيه شيء؟ أسألكم أنا، هذا السؤال فيه شيء؟ ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ عائشة ما جاوبتها، مع أن المسألة مسألة فقهية، لكن لما رأت أن النفس ليس نفس سني، لأن اللغة فيها نوع من الاعتراض، ما بال، وأصبح هذا القول مشتهر عن فصيل من الحرورية الذين خرجوا على علي بن أبي طالب الذين يرون أن الحائض تقضي الصيام وتقضي الصلاة. فلما رأت أن الشبهة تلك قد تسربت حتى وصلت إلى بيوتات التابعين، فقالت لها هذه الكلمة، قالت: ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت حرورية؟ لا تعجب، من فيك نعرف ما فيك، مما نطق لسانك وخط بنانك. لا تستغرب إذا صنفت على تغريدة ولا على تويتر ولا على حالة ولا على سناب، من فيك نعرف ما فيك.